ازيكم يا جماعة؟ الفيديو ده احنا هنتكلم فيه عن البرسونا الفنية، واللي اوقات جدا بتكون حلوة وجميلة كده، واوقات تانية بتكون استغفر الله العظيم. اكشن. طيب، خلونا الاول نتكلم عن البرسونا اللي هي استغفر الله العظيم اللي منتشرة اليومين دول يا جماعة، وبجد الواحد مش فاهم في ايه. هو في ايه يا جماعة؟ هو في لا بجد والله العظيم، هو في ايه يعني؟ في ايه بجد؟ هي كلها بقت الاجمد، كلها بقت الافشخ، كلها بقت نمبر 1، كلها بقت الاعلى اجرا. خلاص، هي دي البرسونا يعني. طيب، للي مش فاهم موضوع البرسونا ده يا جماعة، موضوع البرسونا ده هو الشخصية الفنية اللي الفنان بيصدرها للجمهور عنه. يعني بيبقى عايز ان الناس تشوفه بشكل معين، بطريقة معينة، بكاريزما معينة، الكلام ده كله. ففي ايه بقى بجد؟ في ايه بجد يعني؟ يعني يا جماعة بجد والله العظيم، كلكم خلاص بقيتوا نفس الشكل. على فكرة يا جماعة، البرسونا دي هي اللي بتميز شخص عن التاني، يعني بتخلي كل شخص عنده شخصية فنية مستقلة مختلفة عن شخص تاني مش شبهه. لكن دلوقتي في الوقت الحالي كلها بتجري على نفس الحاجة، كلها بقت عايزة كلها تبقى رقم واحد، كلها عايزة تبقى الأعلى أجرا، كلها الأجمد، كلها الأفشخ. بس هي دي البرسونا يعني يا جماعة. وبجد يعني البرسونا بتاعت التستوستيرون اللي طفح علينا بزيادة دي، بجد يعني مش عارف في ايه. في ايه يا حبيبي؟ مالك يا بابا؟ في ايه؟ ما انت بني ادم عادي، والناس كلها ماشيه في الشارع شكلها عادي يعني، ما مش كلهم ماشيين عاملين كده وبتاع وبيتكلموا كده وايه الموضه بتاعت ان الجمهور اخواتي دي؟ يعني ايه؟ مش فاهم يعني الجمهور كلهم بقوا اخواتكم؟ مفيش حد من الجمهور اسمه جمهور؟ لا، انت فنان وهم جمهور. ايه حوار اخواتي ده؟ يعني مش فاهم ايه حوار اخواتي ده. اخواتي ده مسلسل في رمضان. لا انا بتكلم بجد والله العظيم، يعني عشان ما بقاش بستظرف، بس يعني ايه موضوع ان الجمهور دول اخواتي وانا ما عنديش جمهور، ده دول اخواتي وبتاع مش عارف ايه. بجد يعني، والمشكله يا جماعه بجد صدقوني والله العظيم ان كل دي بيرسونات مزيفه ومصطنعه وعاملها الفنان، وهي مش حقيقته اصلا. فاهمين ازاي؟ يعني هما الفنانين دول في حقيقتهم مش كده اصلا، ومن جواه ومن جوه شخصيته مش كده. واعرف ده من ناس كتير جدا جوه المجال، ان الفنانين اللي اغلبهم مصدر الحتة دي هم اصلا في الحقيقة مش كده. طيب انت ليه بتعمل بيرسونا مزيفة؟ فبصراحة البيرسونا المزيفة دي انا ما بحبهاش خالص. لكن الطبيعي والجميل في حتة البيرسونا دي، إن انت يكون ليك بيرسونا فنية، هي انك ازاي تبقى فنان مميز مش شبه حد تاني. زي مين بقى نتكلم عنه يعني عنه كده، هو شخص عنده بيرسونا فعلا مش شبه حد. محمد منير مثلا. محمد منير ده لون وستايل ونوع مزيكا وشخصية مختلفة تماما، وده اللي ميزه وخلاه ينجح عن بقية الناس. عمرو دياب كذلك. على مستوى التمثيل لو بنتكلم عن الممثلين، عادل إمام طبعا بيرسونا لوحده، أحمد زكي بيرسونا لوحده، نور الشريف بيرسونا لوحده، محمود عبد العزيز بيرسونا لوحده، حتى طلعت زكريا بيرسونا لوحده، حتى يوسف عيد بطريقة كلامه بيرسونا لوحده. فاهمين قصدي ايه؟ فالبيرسونا هي مش انك انت كلنا نبقى في نفس الحتة وكلنا بنجري ورا نفس الكلام وكلنا بنعمل نفس الحاجات، وفي الآخر هي كلها يعني حاجة فيك، حاجة مزيفة، حاجة مش حقيقية. لكن بجد لو عايز تبقى عندك بيرسونا فنية حقيقية والناس تحبك، والناس تميز بفنك، تميز بشخصيتك الفنية، مش اننا كلنا بنقلد بعض وكلنا. الموضوع زاد عن حد وبقى سخيف يا جماعة قوي يعني. فبس كان فيديو كده قصير كده قلت اتكلم فيه عن حتة البرسونا اللي بصراحة واقفالي في زوري اليومين دول. ويعني خليها يا جماعة بجد، يعني خليها كده الدنيا لطيفة، وخلي البرسونا الفنية تبقى هي اللي طاغية عليك، مش بيرسونة اجمد افشخ. وبعدين اصلا مفيش حاجه في الفن اصلا اسمها كده. على فكره، الناس بتحبك انت وبتحب غيرك وبتحب غيرك وبتحب غيرك. مفيش حاجه اسمها اصلا منافسه في الفن، ده فن. كل واحد المفروض، يعني لو هنتكلم عن الفن يعني كل واحد ليه شخصيه وليه بصمه وليه فن ونوع معين من الفن بيقدمه وكده، عمره ما هيكون شبه حد تاني. فمنين انت هتبقى رقم واحد او رقم اتنين او رقم تلاتة وشغل نفسك ليه؟ ما تبص في ورقتك وخلاص. على فكرة، اغلب الفنانين اللي بصوا في ورقهم بجد وكانوا مركزين مع نفسهم بس ومش باصين على اللي جنبيهم، صدقوني والله العظيم بجد، يعني لو هم ستيل لسه موجودين في الحياة او لما توفوا، بجد الناس بتفتكرهم انهم فنانين بجد على حق، وان هم حقيقي سابوا بصمة فنية مميزة جدا. دور على بصمتك الخاصة، ما تقعدش تدور على ان احنا كلنا نبقى بنجري في نفس التراك. فاهمني؟ يلا احلى مسا عليكم يا اخواتي. اشوفكم في فيديو جديد. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للشانل، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.